دكاترة كتير قوي وانا منهم اتكلمنا دايما عن الاكل العاطفي، وان الاكل العاطفي بجد بيفرق كتير وبيضيع ناس كتير وبيزودهم في الوزن، وهما مبيبقوش محتاجين ياكلوا، بس بياكلوا عندهم حاجة اسمها الايموشنال ايتنج، يعني بياكلوا من غير ما هما يكونوا محتاجين الاكل، بس حالة زهق، حالة توتر، حالة اكتئاب، بتبقى عندهم على حسب كل واحد، خوف، قلق، فبيبتدي يزود في كمية الاكل. وبرضو بتسأل نفس السؤال، يا دكتور اعرف امتى ان انا عندي ايموشنال ايتنج؟ هتعرف من حاجة بسيطة جدا، ايه هي دي؟ انك لو لقيت او لقيتي نفسك عمالين بدل ما ناخد واحدة فشار مثلا، باكت فشار، الاقي بره اخدت لي 3-4 باكيتات، باخد دونت اخدت لي 2-3، قعدت على البراونيز اكلت العلبة كلها، قعدت على المكسرات رحت واخد المكسرات واكلها كلها، لانك استحالة يكون ده كمية معدتك